خدت من حماتي الفرخة البلدي، واخدت من امي الورق الكرنب متقطع ومسلوق وجاهز على الحشو. وقلت لازم في الساعة دي اعمل الاكلة اللي انا بحبها جدا ومفيش حد في الدنيا ما بيحبهاش. خدت الفرخة من على السطح، دبحتها ونضفتها وخليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حماتي ربنا يبارك لها يا رب، وحماية هم اللي مربيين الطيور دي. وماما الله يبارك لها يا رب ويخليها ليا، لقيتها مقطعه لي الكرنب وسلقاه ومجهزاه على الحشو على طول. بعد ما غسلت الفرخه كويس وظبطتها، حطيت البصلايه على النار زي ما انتوا شايفين، مقطعاها تقطيع مش يعني مش مظبوط قوي، بس يعني انا مش محتاجه البصل ده في حاجه، انا بس هديها ايه، تشويحه مع الفرخ. بيدي طعم حلو ونكهه جميله جدا وبيعزز نكهه الطير ذات نفسه. بعد ما شوحته زي ما انتوا شايفين كده، هقوم نازله عليه بالفراخ على الوجه اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما تتشوح، يعني بعد ما احطها كده، هقوم جايبه كل توابل الشوربه اللي انا بستخدمها، اللي هي ورق لورا، حبهان، وقرنفل. طبعا في ناس اللي انت بتحطيه في شوربتك حطيه، مش هتفرق ايا كان هو ايه. انا حطيت حاجتي اللي انا متعوده عليها. وبعد ما شوحتها على الوش ده قلبتها كمان، وكنت مجهزه الفرخه. الميه غليت، هقوم ضايفه لها ميه مغليه، يعني انا مش هضيع الحراره بتاعتها خالص، لا، هزود على السوا بتاعها. حقيقي لو عملتوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي الريحه، ما تقوليش ان انت بتسلقي. ولو في اطفال مثلا بيتضايقوا من ريحه الطير او كده، حقيقي ملهاش اي ريحه خالص. وده ورق الكرنب زي ما انتوا شايفينه، جاهز على على المحشي على طول، يعني على الحشو على طول. قطعت بصلتين وفصين توم وقرن فلفل احمر، انا بحبه جدا. وبعدين زي ما انتوا شايفين كده، على شويه الزيت ومعلقه السمنه، رحت حاطه البصلايه بتاعتي، شوحتها كويس جدا. يعني ما بخليهاش تحمر، هي كده بتبقى مسكره اكتر. وحطيت عليها الطماطم بتاعتي، وبعد ما تغلي هوطي عليها لحد ما تتسبك على الاخر. ودي الخضره بتاعتي غسلتها ونضفتها. حطيت بقى كزبره وفلفل اسمر وملح وماجي ونعناع ناشف. النعناع بيدي ريحه وطعم حلوين قوي، لو ما كنتوش بتضيفوهم ضيفوه هيعجبكم جدا النعناع. هخلطها كويس عشان التوابل بتاعتي تدوب. وبعدين هضيف الخضرة اللي انا قطعتها. الجو ساقعة جدا، الاكلة دي بتدفي، يا محشي يا عدس، حاجة من الاتنين. وحضرت خلطتي وقعدت وحشيت والدنيا تمام الحمد لله. ودلوقتي هزود بقى الكرنب. الايام دي مش محتاج ان احنا نزوده زي العادي زي ما احنا متعودين، لا، بنقلل السقي بتاعه شويه، بنقلل الشوربه شويه، علشان لما بتسقيه عادي بتبصي تلاقيه آه، مش شارب كده الشوربه بتاعته، لا. فانت هتحتاجي تقللي الشوربه بتاعتك شويه الايام دي. وبألف هنا وشفا يا رب. دلقنا حله المحشي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله.